والله تناشفي اليوم، بس ان شاء الله ما تضل ناشفي. رجال الله يا علم. يا علي وسالي اجانا الرزق. الله محيي بطل اللي حملك يا قبضاي. علي يا عمي علي، ارتاح لك ارتاحوا. يا ساتر يا رب. لك هذا عبود، الله يجيرك يا عبود. ابو دياب وين رايح؟ شو اتركه لحاله؟ رايح ساعده. الله يحميك يا ابي. ما قلت لي شو اسمك يا قبضاي وليش لعينك الزهران؟ الله يسلم ايديك، انا اسمي جابر، هربان من السجن. خير ان شاء الله، شو عامل حتى داخل على السجن؟ الله وكيلك ما سويت شيء تبلي. يلا الحمد لله على سلامتك، وطمن اهلك عنك عمي. يلا السلام. الله يسلمك، الله يقويك. الله يخليك. واقف عندك، خلي وشك قدام. مو انت عبود الشامي؟ عم بسألك، مو انت عبود الشامي؟ شو عرفك اني عبود الشامي؟ ليش في حدا بالشام كله ما بيعرف عبود الشامي؟ لك ليش هيك عم تعمل معي؟ بعد ما نجيتك من الموت عم ترفع سلاحك بوشي؟ قلت لي منجيني من الموت؟ منجيني من الموت لكان. ليش هيك عم تتصاصر مثل الحريمه؟ لأنك وقعت بالفخ يا قبضاي. أني فخ؟ والله اطلع حواليك بتعرف أني فخ. شو يا قبضاي؟ أنت قوي وذكي كما سمعت عنك عبود، ولكن ليس هذه المرة. هذه المرة وقعت في يد لويس. سيلافي يا صديقي، أنت في ورطة لا تحسد عليها. نصبت لك شغكا ووقعت في الشغك. ارمي سلاحك. أنا اسمي عبود الشامي يا لويز، وأنا بموت على الواقف، بس ما خلق اللي بده يرفع إيده علي. اكسر إيدك أحسن ما أكسر لك ياها. سيأخذك الآن إلى وكيل السرايا، أما أنا فسأسبقهم وأبشرهم. بالمناسبة، لا تعتقد أنك بطل وأنك قتلت 3 من الفرنسيين. أولئك الذين قتلتهم من أبناء بلدك. غملوا! لا! لا! غملوا! ولا يهمك يا عبود، ما بكون ابو دياب اذا ما خلصتك من هالكلاب.